تعمل التومية بقى كوبايتين من المية، حطيت كوباية دي تاني كوباية على 6 معالق نشا، بنحطهم على البارد ونقلبهم كويس جدا قبل ما نولع النار. هنحط 6 معالق نشا معانا كده. اول معلقة هننزل تاني معلقة، تالت معلقة، رابع معلقة، خامس معلقة، سادس معلقة. هنقلبهم كويس كده على البارد خالص قبل ما اولع. بعد كده بنبدا نولع. دي الكوبايه اللي انا عبرت بيها، كوبايه الميه العاديه او كوبايه العصير. بعد كده بنولع على النار، نسيبها لحد ما يستوي تماما على نار متوسطه، مش نار عاليه. بصوا مكنتش لسه ولعت اصلا، لعند ما يكون معاكم قوام كريمي شفاف، لون الفسدين بتاع الشعر كده. شايفين القوام عامل ازاي؟ شايفين كده؟ هنفضل نقلب لعند ما القوام ده يكون شفاف. هنسيبها تبرد تماما خالص ازاي عشان يستوي النشا عندي خالص لعند ما تكون ساعه متلجه كده. نحطها في كيس كده ونسيبها تبرد براحتها خالص. مهلبيه النشا يعني برضو احنا مع بعض يعني. شايفين هنفضل نخلي القوام كريمي كده، نقلب كويس جدا كده. شايفين لما يكون القوام شفاف يعني المضرب باين منها كده، بس السلوك باينه بتاعت المضرب من الكريمه كده اللي هي الميه والنشا بتاعتي. ما حطيتش اي حاجه غير الميه والنشا. كل كوبايه ميه لها 3 معالق نشا. هنيجي بقى عندي بعد ما تبرد كده تماما ننزل بيها في الخلاط. شايفين بعد ما بردت هننزل بقى في الخلاط عندي، وهنجيب الكميه ديت. خدت مني نص كيلو لبن، خدت مني بالظبط نص كيلو لبن. 4 اكياس مايونيز من الكيس الجاهز، الكيس ب3 جنيه. بنحط تقريبا ما يعادل معلقتين كبار خل اهوت. مايونيز من الكيس الجاهز يا جماعه زي كيس الكاتشب. 4 اكياس بالكميه اللي هي كوبايتين ميه، 6 معالق نشا. هنحط كل الكميه عندي هنا كده، كل كميه المايونيز عندي هنخلصها تماما جدا. وهننزل عندي عليها ب4 أو 5 فصوص من الثوم مهروسين ناعم. التومية ما بنحطلهاش اي اضافات، بنحط لها مايونيز، خل، ليمون، زيت، ملح ولبن وميه ونشا وفقط لا غير. ده اساس التومية يا جماعه. بنحط بما يعادل بالظبط معلقه كبيره واحده ملح، وكانت مظبوطه جدا. كان ملحها مظبوط جدا والله العظيم، ولا تقيل ولا خفيف ولا حاجه خالص، كان مظبوط بالظبط بالملي. معلقه واحده كبيره ملح. هننزل بقى حوالي 4 أو 5 ليمونات معصورين. معايا هنا ما يعادل يعني نص معلقه كبيره توم مهروس. ما بنحطلهاش اي بهارات يا جماعه خالص. وهنجيب اللبن عندي، خدت مني نص كيلو لبن بالظبط. انا حطيت شويه وضربت لقيتها مش لفه، قعدت كده لعندي وخدت مني نص كيلو كامل. بصوا اللي هو بصي قوام يكون كريمه. حطيت عليها عصر 4 ليمونات كبار، عليه عصير 4 ليمونات كبار. والزيت بننزل بيه تدريجيا واحنا مشغلين الخلاط علشان يكون القوام معايا كريمي جدا. بنقلب كويس كده عشان القوام تقيل فالخلاط مش عايز يلف، فاحنا كل شويه بنقلب، بنجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بصوا كده ننزل بالزيت تدريجيا. بصوا هو الخلاط شغال بننزل بالزيت. بتاخد قد ايه منك زيت؟ فنجان زيت من بتاع القهوه، فنجان كامل كده. كل واحده فيكم تكون عينيها وجهه نظر كده يعني. المقادير دي والله العظيم هتطلع لكم التوميه مظبوطه جدا. بصوا القوام بتاعها ما شاء الله، يعني مش سايله ولا تقيله ولا مكلكعه ولا مخرزه ولا اي حاجه، ولا بتخرز منكم ولا اي حاجه. طبعا الخطوات دي هتستفادوا منها كتير، ودعواتكم ليا ما تنسوش اللايك والشير. هنيجي في الاخر على اخر شويه توميه هنحط عليهم معانا هريسه شطه عشان يبقى معايا توميه حراقه. يبقى عملنا التوميه البارده والتوميه الحراقه. فبجد جربوا الطريقه بتاعتي، طريقه الشيف بسمه كمال. هتدعوا لي جدا ما شاء الله، اللهم بارك. والله العظيم يا جماعه كل اللي اكلها النهارده كان هيموت عليها. شايفين القوام بتاعها واللون بتاع الهريسه مع